السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده بقى عايزين نتكلموا في نقطه كده، ايه اللي هو ايه؟ الشرمطه مرمطه. وزاره ايه يا اخويا؟ شركه مياه الشرب بالاسكندريه. تمام؟ هقول لكم حاجه لله وانتوا بقى مع نفسكم ايه دربوها. شهر 8 تمام؟ في شويه حاجات بقى انا ايه لاحظتها، يعني بما اني بقى متعلم، يعني انا راجل متعلم. تمام؟ الميه غلت، ده اول شيء. هقارن بقى ايه شهر 8 من شهر 11. قشطه يا جدعان، ولا شهر 10 كمان. في شويه حاجات هم حاطينها لك في الوصل ابن المره المتناكه ده عشان تبان يا ابني. اهو الوصل ابن المره المتناكه ده اهو يا ابني. اهو حبيب بابا، اهو وصل ابن المره المتناكه ده. شويه حاجات بقى ايه نركز فيها شويه نقراها. تمام؟ شهر 8 كانت في حاجه اسمها بعد عنك كده، هتلاقيها هنا. لا بقى ايه ازاي باخد منك فلوس؟ ماشي، انا كنت مستهلك ميه ب 20 جنيه. قال لك ملاحظ عداد 3 جنيه و30 قرش. يعني الباشا اللي بيجي يقرا العداد انا بديله مرتبه. يعني كده الشركه ما بتدفعلوش مرتب. ركزوا معايا. صرف صحي 3 جنيه. صرف صحي ده للناس اللي هي بتسلك البلاليع اللي هم احنا ما بنشوفهمش. الاسكندريه غرقت فيها، انا بدفع له 3 جنيه في شهر 8. تمام؟ لا ده ال 3 جنيه كمان طلعوا يا جدعان مش صرف صحي، طلعوا محافظه. يا ربي. لا 3 جنيه ادي 1 2 1 2 3. لا صرف صحي 9 جنيه. معلش انا اسف. صرف صحي 9 جنيه مش 3 جنيه. 3 جنيه ده طالع معلمي حاجه اسمها متابعه اجهزه. متابعه اجهزه انا ادفعهم 3 جنيه. يبقى مشون بالعقل. انا استهلكت ب 20 جنيه ميه، ملاحظ عداد 3 جنيه 30 قرش. تمام؟ و3 جنيه متابعه اجهزه. نفسي افهم يعني ايه متابعه اجهزه. يعني لو البتاع باظ، تمام انت بخير يا ابني؟ البتاع لو باظ هتحط لي حاجه بدالها بال 3 جنيه دول؟ ما اعرفش. وصرف صحي جناني قوي دي. يعني انت بتشرب الميه وتعملها بالبي تدفع فلوس في الشرب وفي البيبي. خد بالك مني عشان انا خلاص زي ما انت شايف طرطشه. ده شهر 8. اطفوا. خش بقى على شهر 10 بقى. انا واخد ميه ب 51 جنيه. ماشي الميه غلت. ده انا لو عامل الاوضه دي بسين زي بطوط وقاعد ببلبط فيها ما اخدش ب 51 جنيه. تمام؟ عادي. عادي، مواطن مصري طلع كفران اللي طرق وانا عادي. قال لك ملاحظ عداد نزلها لك بقى. خد بالك من اللي جاي. ب 2 جنيه وريال. يعني ما بقاش 3 جنيه. ايوه بقى كده الثوره بتحقق اهدافها يا جدعان. تمام؟ ايه تاني؟ متابعه اجهزه 2 جنيه. ايوه نزلنا جنيه هنا وجنيه هنا. يا سلام يا مصر. 26 جنيه صرف صحي. دغري كده. فبسأل الورق بقول له ليه يا اسطى 26 جنيه؟ قال لي يا باشا احسبها بالورقه والقلم هتلاقي دايما الصرف الصحي على قد معيار المايه اللي انت خدتها. يعني انا لو واخد ب 100 جنيه 45% او 50% يحط لك صرف صحي. انت بتاخد مني انا 50% من الفاتوره صرف صحي ليه؟ واسكندريه اللي غرقت دي ايه يا اسطى؟ والمليار اللي السيسي هتقولك ده ايه يا اسطى؟ ده اسمه غير سرقه. لما شركه بالتماره متناكه بتنزل ميه بكلور بتهري كبد وكلى العيال الصغيره. تمام؟ شركه مش عارفه تدار. كل اليوتيوب بقى بيجيب حتت من عندنا. ناس ماتت بسبب عجين امك. خدمه ايه اللي انت بتقدمها لي؟ 50% وعايز
تفكر نفسك بتقدم لي الخدمه اللي انا المفروض افرح بيها. انت يا ابن المتناكه الاجهزه اللي انت بتستخدمها عشان تحلل لي الميه الشابه الشكلور، انت بتموتني بتاذيني، ولما ما طلتهاش منك بتزرع بيها. انتوا ايه يا جدعان؟ انتوا مجانين؟ لا وفوق ده وده على قد المال اللي انت هتاخدها على قد الصرف هيبقى عليها. صرف ايه؟ ليه وانا بتصل عندكم رقم بتصل بيه بجيب حد يجي يسلك لي البلاعه؟ وهتقول لي لا حود اصل الحاجه حاجه ايه؟ حاجه ايه؟ يعني مين اللي حط قانون ان انا يتاخد مني 50% حق البتاعه دي، حق الفاتوره؟ وبتاع العداد ده انا 2 جنيه ليه؟ مين بضمانه وسخ حط القانون ده؟ ده شغله هو. يعني انا بديك مرتب اللي شغالين عندك، بديك حق الميه، هتقول لي لا اصل الدعم والمتاكين اللي هتقول لك ما ده السيسي بتاعك. لا كس امك. سيسي ايه؟ لا يا ريس ما يرضكش ده، ما يرضكش. اني كلام فاني دنيا ده ان انت تديني او تاخد مني 50% من الفاتوره على اساس ايه؟ تقول لي لا ما انت يعني الاستهلاك رشاده شويه. اهو رشاده. اشرب بايه؟ 10 جنيه عشان هو ياخد مني 5 جنيه في خدمه هو ما بيقدمهاليش. كل ما يقول لك حوده ما انت بتشرب ميه معدنيه، بطني تعبانه، بشرب ميه معدنيه عشان بطني تعبانه ما بتستحملش ميه بالتلمتناكه دي. انا وزني يعني انا بقى مرتبي ده او شغلي او فلوسي على جنب وجيبها تفتح بيت تاني. ايه يا جدعان؟ ايه؟ اني كلام فاني دنيا ده. انت بالمره الزباله ايه يا اسطى؟ تقول لي لا ما هم بيلموا. ده انا مش عايز اعمل فيديو على الزباله عشان عيب، عشان البلد بقت واجهتها زباله. ومعين واحد القائم باعمال محمد نساله البلد تمشي ازاي، واللي هيطلع بقى في الفيديو كله يقول لك بص سيسي بتاعك خدك السم خد. مرسيكا بتاع ال 40% الخمر ايه اخباره؟ حمدين صباحي اللي طلع مع محمود سعد وقال لا لازم الدول العربيه تدفع عشان تحمي نفسها. اي ابن متنكع هيجي جنب الرئيس بتاعها في شخو والفيديوهات موجوده. انما اللي بيتم ده اسمه يلا نعمل ثوره تالته عشان نبقوا شحاتين، مش رافع دعم. وبال المال اللي انت بتاخدها وبال تدفع نص صرف لا يا راجل 50%. ليه 50%؟ ليه؟ وجاي النهارده لا الزباله. زباله ايه يا ريس؟ انت بتشيل الزباله يا ريس؟ بيطلع حد يخبط عليا يقول لي حضرتك الزباله بتاعت حضرتك ويا ريت كيسه الحاجات العضويه تبقى موجوده والحاجات اللي هي المعدنيه تبقى موجوده. احنا بنكدب على نفسينا، احنا هنعرس. ده بيتكلم داخله مش لاقي، بس فالحين طالعين على اليوتيوب نفشخ مش عارف ايه عايزين القانون الفلاني. في ناس طلعت عرفتوا ليه حدا بيشرب ميه كتير؟ عشان بطنه تعبانه يا عيني، ربنا يشفيه بقى. انما انتوا مع نفسيكوا بقى وايه بقى كل واحد يطلع لي بفكره يقول لك يعني هو احنا المفروض ويقعد يتنفخ على ايه؟ الزباله ايه اللي انا ادفع لك فلوس انت ما بترفعش الزباله؟ وقلبت وجع ونستثمر الزباله تبقى شركه. لما الشركه دي تعرف ان دخلها من الزباله من البيوت هتبدا تشغل ناس، هاتولي زباله عشان الايراد يزيد، عشان اديكم مرتبات، عشان اديكم ارباح. انما مفيش. اقعدي يا وسخه فشخه رجلكي وفرداها. هي دي الاداره عندنا.
اقعدي يا وسخه وفشخي رجليك يمكن حد يجي يبعبصك. ايه اللي انتوا فيه ده؟ مناظر بنت متناكه. ده مين بقى الاخ اللي عمل الابداع الفني دوت القانون ده؟ لا بص احنا فنانين يعني رابطين الكهرباء بالزباله. لو ما دفعتش حق الزباله ودفعت حق الكهرباء بس يبقى الزباله عليك. انا عليا كام؟ 300 جنيه زباله. كل اللي طلبته يوميا من المحاصيل قلت له طب يحطوا لنا بوكس صندوق يعني للزباله نحط فيه منظرنا يعني. اللي اعرف كده ورحمه ام الغاليه وتربتها حتى ما بقول يا رب ارزقها الفردوس الاعلى ورايح يسوي سابقه عذاب. تمام؟ كنت رحت السفريه اللي جات لي وما رجعتش. بس انا عيب ان انا ايه من النوع اللي لسه جدري في الارض مش هعرف اقرب منه. هفضل طول عمري جدري هنا. انا بقى انتوا اللي عايز يسافر يسافر يقول لك احسن من البلد دي غرفه 60 دقيقه بس يا ابن المتناكه. لما اسرائيل تخش بالدبابه وتيجي على تربه امك ولا ابوك تفرمها بص امك بقى. انما انا لما حد هيجي جنب تربه امي هتعيا. انما اللي بتعملوه ده ايه ده يا جدعان؟ وبلاش ايه الحل الوسط اللي هو ايه تعالى نعمل بتاع ده ايه اللي هو اللهم لمنا الشهاده من عندك اللي هو يعمل قانون نخلي كل منطقه بسعر. ايه يا جدعان؟ واللي معاه يعيش واللي معاهوش ما يعيش. زي الزند طلع بيقول لك في مصر نعيش ب 2 3 جنيه. فين ده يا اسطى؟ ما وزير العدل يقول لك بنعيش ب 2 3 جنيه. مين ابن مره متناكه قال لك الحسبه دي يا اسطى؟ رغيف الفول بكام يا اسطى؟ بق الميه بقى بكام يا اسطى؟ انتوا حالفين تموتوا السيسي ولا حالفين تموتوا الشعب ولا انتوا عشان قعدتوا وكرشكوا ملا؟ فهمونا. راجل عامل والله العظيم راجل عامل زي الدبانه راح هنا وراح هنا وبيتكلم وبيلغي وانتوا ولا انتوا هنا. ما معاك جيش بقى يتصرف ما تجيش في ظهره ما تجيش رجالته واحنا ايه عاله وبا. احسبوها بقى. هنفضلوا مطيزين هنفضلوا ندي رشاوى هنفضلوا ماشيين في الغلط ونقول ما ربنا اللي عايز كده. يا راجل ما كانش ربنا بقى نزل لنا الاسلام. ما كانوا الناس اترضوا بالكفر وخلصنا. انا حاسس ان انت صباعك ده قافل الصوت مش عارف ليه التاني. جربوها بقى انتوا بقى. انما ده استغلال كمان لطبقه طالع ميتين ابوها. انت زودت الميه بتزود صرف ايه اللي بتزوده؟ وانت بتعمل خدمه؟ يا ريت يا رب يكون حد فاهم اللي انا عايز اقوله. كده خرب قلبت غلط. تفتكروا انتوا ايه؟ ومحدش يقول لا نعملوا ثوره تانيه ويزن بقى. لا والله معاك تاكل يعني؟ قدم خدمه عشان انا اعرف احاسبك عليها. انما الولد اللي بيجي يشوف انا اللي بدفع له فلوس. ايه اللهم لمنا الشهاده من عندك. متابعه ايه؟ متابعه اجهزه يا اخويا. يعني ايه متابعه اجهزه؟ يعني الناس اللي عندك بشفتات انا اللي بلبسها برضك؟ ده انت ملك. حقك ما بتاخدها العماله بتاعتك بتاخد مرتباتها مني. ايه يا اسطى؟ ده احنا نشرب بير ارخص. والله مش بدعو للفجر معاذ الله بس هو بالعقل كده تمام. لما انا ادفع لي 100 جنيه ميه ما استهلكتش منهم الا 20 30 جنيه. ما تعملوا لنا ضريبه على اللباس بالمره. انا عن نفسي هقعد لكم ملط تفرقش. انا كنت هقعد لكم بالشورت تمام وكان نفسي اقعد لكم بتاع ده بالسبيدو باللباس بس هم ما رضوش. انا ما عنديش مشكله اقعد لكم ملط والله ما تفرق معايا. ذنب بذنب تمام. احسبوها بقى. ايه النظام ده؟ وعلى فكره الموضوع ده من ايام عمو مرسي من ايام مبارك ومن ايام ما بدات الحكومه تحط عدادات اللي هو بيستغل المواطن. كفايه استغلال. كفايه بتمصوا في دمنا كفايه. وربي 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 الثوره اللي جايه مش على رئيس جمهوريه على الناس اللي قاعده في المكاتب. بكره تقولوا حوده قالها.
الثوره اللي جايه مش هتطلب تغيير السيسي، ان الراجل يعني على قد ما بيقدر بيعمل. نختلف بقى، نبقوا مشتتين، نبقوا لا اللي مع الاخوان، لا اللي مع السلف، اللي مع الليبرالي، كل ده قدام كلمه مصر بتلم. كلمه واحده بتلمنا، مصر. العقل بقى، الثوره اللي جايه ثوره تصحيح، زي ما عمل السادات، ثوره تصحيح لنظام متخلف وناس متخلفه مصممه انها تكمل وتمسك فيه. السلام عليكم.